السلام عليكم، ازيكم يا حبايب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفته الجمبري من الاطباق الشهيه، وكمان اللي بتبقى طعمها جميل جدا في المطاعم السمك الشهيره. النهارده هنعملها في مطبخنا. معانا كيلو من الجمبري. عارفين الجمبري الصغير الميني دوت بيبقى رائع جدا في الكفته. ومعانا كيلو الا ربع من الرز المصري المطحون، غسلاه ونشفاه كويس زي ما انتم شايفين كده، وعاملاه بالطحانه بتاعه الخلاط. معانا كمان بقدونس، كزبره، شبت. معانا حوالي 4 بصلات وسط مقطعاهم، وكمان معانا كام فص ثوم، ومعانا قرن شطه سبايسي وقرن شطه اخضر، ومعانا التوابل الجميله دي ما ينفعش خالص غنى عنها في طبق الكفته بتاعنا. معانا كزبره ناشفه، كمون، 7 بهارات، شويه فلفل اسمر، وكمان معانا بيكربونات الصودا عشان بتخلي الكفته بتاعتنا هشه وجميله. هحط بقى البصل مع الكزبره والشبت والثوم وكمان الفلفل الاخضر، فلفل سبايسي، هضربهم في الكبه وبعد كده احط عليهم الجمبري. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم اللون. بصي اللون، الكزبره والشبت والخضره والريحه بتاعه الجمبري، مع بقلس كمان ما حطيتش التوابل. انا هنا فضيت الرز بتاعي المصري المطحون، بس يكون طبعا قبل ما تطحنيه يبقى ناشف عشان ما يبقاش معاكي متكتل ويبقى بودره زي ما احنا شايفين كده. هفضي دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، هفضي الخليط اللي انا عملته في الكبه بالمنظر. بصوا بقى يا حبايب، ادي اللون. وهبدا بقى احط بقى التوابل، احط الملح بتاعي، وهبدا اقلب بقى الكلام الجميل دوت كله مع بعضيه كده. دلوقتي بقى عندنا احلى كفته جمبري. انا عايزه اقول لك من الريحه حكايه ما شاء الله، بصراحه رهيبه. ابدا دلوقتي زيت غزير على النار كده، وابدا احط حاجه فيها شويه من الزيت عشان ابلي ايدي كده فيها، واعمل بقى الاشكال اللي انا عايزاها، وابدا احمر عشان نشوف شكل كفته الجمبري. بقى يا حبايب، كفته الجمبري بجد بجد طالعه تحفه بجد. انا فاكره اللي اكلتها عند حوده جندل، بصوا كانت نفس الطعم، بس هنا بقى حاجه ديليشس طازه لسه انتي عاملاها. تخيلي الجمال بقى، وعملت كم حلو قوي. شايفين لسه ده كله ما عملت من ده غير ما الولاد داقوا بقى وحكايه. عامله كفته الجمبري حكايه. لو كان عجبك الفيديو اوعي تنسيني باللايك والشير عشان يوصلك كل جديد من قناه سر الخلطه مع هاله.